كلنا معرضين للفتور، لكن العبرة بمن يصدق في العودة. شعرت يوم إنك انتكستي، سواء كان ذلك في نظامك الغذائي الدايت بعد فترة من الالتزام، أو في أهدافك الحياتية، أو حتى في أهم حاجة وهي علاقتك مع الله وعباداتك. الحقيقة هي إن الالتزام لا يعني العصمة. فسيدنا كعب بن مالك هو من جبال الصحابة، تخلف عن غزوة تبوك ووقع في خطأ كبير. الرسالة هنا إن الخطأ بتاعه ما كانش نهاية الطريق، لكنه كان ممكن يكون البداية الحقيقية لنسخة أقوى منه. إزاي نرجع أقوى من الأول؟ تعالوا هناخدها خطوات عملية من وحي قصة سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. نمرة 1، استخدمي سلاح الصدق. سيدنا كعب بن مالك نجا بصدقه، ما اخترقش أعذار وهمية وما خدعش نفسه. فأول خطوة للعودة هي الاعتراف بالتقصير دون تجميل، فالصدق هو اللي هيخلينا على أول طريق الإصلاح. رقم 2، نحول الندم لرد فعل عنيف للإصلاح. ما تخليش الندم يحطمك، بس تخليه وقود ليكي. سيدنا كعب بن مالك رجع أحسن مما كان قبل الخطأ، لأنه استعظم ذنبه، فكانت النتيجة توبة نصوحة وعطاء أكبر. قيل في الأثر: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ثالث قاعدة، العمل الموازي. عشان تحمي توبتك أو عودتك للنظام، ما تكتفيش بس بالتوقف عن الخطأ، لكن لازم تحطي شيء إيجابي إضافي يحفظ العودة دي. يعني لو وقعتي في الدايت وانت راجعة، ارجعي بجدول رياضي زيادة. لو فطرتي في العبادة، ارجعي بورد قرآني أو صدقة ما كنتيش بتعمليها من قبل كده. رقم 4، اثبتي أمام اختبارات الصدق. مجرد قرارك بالعودة هتنزل عليكي مغريات، نفس العادة القديمة اللي كانت بتتعبك، أو نفس الذنب. وده مش سوء حظ، لكن ده اختبار صدق ليرى الله منكي انت جادة فعلا في التغيير. لو صمتي في المرات الأولى هتستكين الحرب وتسهل عليكي الطريق. رقم 5، الصحبة الصالحة وهي بيئة النجاة. سيدنا كعب بن مالك نجا لأنه كان وسط مجتمع من المؤمنين. ابحثي دايما عن الصحبة اللي تشجعك على العودة، سواء كان كوتش، دكتور، صديق مخلص، أو بيئة إيمانية. وتذكري دايما، تعثرك مش معناه فشلك، والانتكاس مش نهاية القصة. المهم هو الحضور، المهم هو القرار الحقيقي بإنك تكون عودتك المرة دي مبنية على الصدق والعمل.